المغرب يعني بتنوع ثقافاته أو بتنوع ألوانه الغنائية يصنع لك يعني مشارب دواخلية للفنان تعطيه تمكن مختلف عن باقي الدول الأخرى. فالمغرب دائما هو السباق في الفوز بالجوائز، سواء على مجال القرآن الكريم، سواء في المجال حتى الغناء، صحيح. حتى البرامج المعروفة، المواهب دائما المواهب المغربية تبارك الله منتشرة في العالم، وسبحان الله كل المشارقة يشهدون بذلك على المغرب، صحيح. ويقولون أن المغرب فيه نوع من نوع مستقل العطاء في الفن على بعض الدول، رغم أن معروف في المشرق أصواتهم تكون أسهل بالنسبة للأداء الغناء المشرقي. تصور أن المغرب نتحدث بالدارجة المغربية تعتبر صعبة بالنسبة للمشارقة عموما. نعم. في واحد الأستاذ من مصر كذلك هو يعمل مدرب أصوات ويدرس في المعهد الموسيقي، قال لي بالحرف والله يا أخي أنا ما نفهم، أنتوا تتحدثوا بالدارجة اللي هي صعبة على كل المشارقة، لكن الغريب في الأمر هو أنكم تؤدون الألوان العربية وكأنكم مشارقة طلاقة يعني فعلا. وفي شيخ من سوريا كان تواصل معي لما شاهد أحد حلقاتي التلفزيونية، فاتصل بي وشكرني على الأداء وعلى المرور، وقال لي يا أخي أنت من سوريا؟ قلت له لا. قل لي أنت من العراق؟ لا. من مصر؟ لا. من المغرب؟ والله من المغرب طبعا من المغرب. قال لي أنا دائما يراودني سؤال، يعني كيف المغاربة يعني جلهم لا يتحدثون اللغة العربية بطلاقة وبتمكن، لكن كيف لو أنهم يحفظون؟ ربما هذا اللي منتشر، أن المغاربة لا يتحدثون اللغة العربية بطلاقة، مع أنه دائما المغاربة في الدارجة المغربية كلمات عربية ربما النطق ديالها شوية مدرج، ولكن هي في الأصل ديالها كلمات لغة عربية قحة. نعم. لكن هو صعب الناس تفهم على أن، صح. شوف صعب الناس تفهم أن الدارجة التي نتحدث بها هي لغة عربية. صعب. لماذا؟ ليس هنالك تعريف دقيق للغة وارتباطها، صحيح. باللغة العربية، صحيح. لكن الذي يجعل المغرب متربع في المجال الفني وطبعا في المجالات الأخرى، أنا أتحدث حيث أنا فنان أتحدث عن المجال الفني، تنوع الثقافات الكثير في المغرب، هذا الرقم، صحيح. واحد. ثم حرص المغاربة على تحفيظ أولادهم القرآن الكريم، كذلك هذا يساهم في ذلك، لأن القرآن الكريم باللغة العربية، صحيح. فبالتالي ارتباطنا باللغة، لأن المغاربة دائما، أنا شخصيا كنت ندرس في المدرسة العمومية، لكن في فترات العطلة وفترات الصيف والدي بارك الله فيه وفي عمره كان دائما حارس على أن أكون في الكتاب. تصور يعني الفترة التي يكون فيها الطفل عنده عطلة أنا كنت أدرس القرآن الكريم، يعني هذا كذلك يساهم. نعم. أنا أسمح لي فقط ما زلت فاكر هذه النقطة في حياتك وممتن لي فترة الكتاب، لأن على عكس بزاف الناس بيكرهوا يروحوا يقرأوا في الكتاب، الشيخ يضربنا ولا. شوف في مرحلة معينة للإنسان أو للطفل يكون صعب إقناع الطفل بحكم يعني محدودية فهمه لنا. دائما نتحدث عن الأفكار والتوسع، لكن مع مرور الوقت أنا الآن كنت أتمنى أن لا زلت أدرس القرآن الكريم. دابا أعمل بحوث خاصة في الغناء العربي، لا زلت أعمل بحوث، يعني دائما أبحث عن السلاطين القدامى الذين ترعرعت على نغائمهم السماوية، لكن بحكم أنني وهذا الشيء اللي أقول أول مرة أقوله على كاب راديو، لم أدرس الموسيقى نهائيا. ما شاء الله، وعندك فطرة الموسيقى في دمك يعني. هو شوف الفنان الله تعالى عندما يخلق الإنسان يبعث فيه روح، هذه الروح تختلف، ممكن أن نكون شاعر، ممكن نكون فنان تشكيلي، هذه تعتبر نعم الله تعالى على عبده. أنا يمكن الله سبحانه وتعالى شوية من الصوت، شوية ليس صوت جميل لكن شوية من الصوت. صوتك جميل تبارك الله، وتقول الله يبارك فيك، وهذا ساهم في ترابط الروح بالصوت. فعندما يرتبط الإنسان بالصوت والروح يحس على أنه يحتاج لتعليم أكاديمي، وهذا لم يساعدني فيه، في الأسرة لم أجد يعني دعم. فالآن في ال5 سنوات الأخيرة بحثت في الموسيقى ولا زلت أبحث لأخذ نوع من التجربة، أكون على الأقل الصوت يسمح بالجمال المسموع لكافة المستمعين. لا أنت تبارك الله عليك سي محمد الخمليشي، صوت جميل مريح جدا. غادي نستمعوا لحاجة تختموا لنا بها إن شاء الله الحلقة، ولكن قبل ما نختموا الحلقة بغيت أسألك يعني بعجالة، يعني الأعمال القادمة، ما بتفكرش تعمل أعمال بصوتك الجميل، فيديو كليبات خصوصا يعني في المناسبات الجميلة اللي احنا بندوزوا بيها؟ طبعا سؤال يعني حددته في المدة الزمنية المسموحة يعني قليلة، لكن هو موضوع طويل.
اولا نحاول نختصر ونتمنى الله تعالى المشاهدين يفهموا يعني رؤيتي الفنيه. انا اغني التخت العربي، عندما نقول التخت العربي اشكال غنائيه تشبه ام كلثوم وعبد الوهاب والموجي، لكن بالقصائد الدينيه، وهذا غير مسموح بان يكون الكليب. فانا لست ضد الكليب، لكن انا كفنان ليست لدي اي فكره للفيديو كليب. فما كما قال صباح فخري رحمه الله، الكليب هي صوره، لكن الصوت هو الذي يستمع ويكون قريب للقلب، فأنا أركز على الصوت أكثر من الصورة. هناك أعمال إعادة الغناء الطربي صحيح. بشكل جديد نوعا ما، هناك أفكار إن شاء الله تعالى. لا ما دام هيبقى الصوت والأداء بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه ده، فخلينا نركز في الصوت إن شاء الله، وسمعونا أحلى حاجة نختموا بيها معاكم مع المستمعين. إديان مرحبا.